بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لأعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سورة النصر المدينة نازل بوية مدنية، وهي 3 آيات 3 آيات. خدای تعالى في سورة هذا وهذا بس إذا جاء نصر الله والفتح زمان قو آلی کاریا خدای جهات جن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جن مسلمان را والفتح وفتحات نصر معنى آلی کاری و تهوارا خود بکنی خدای تعالى آلی کاریا تبکی. فتح معنى صافي كرنا وباجاريا ومملكتها. ورأيت الناس وتديت الإنسان يدخلون في دين الله أفواجا وكتنا دين خديدا ولو غروب مسلمان بود. فسبح وقت ارتشتها تشيبو آلي كاريا خديش ترهات وفتحات وإنسان ولو فوج هات المسلمان بود. فسبح تسبيح بدش خدارا بيجي سبحان الله خدای تعالى پاک و پاخر و منزهش گوتنی و شرک و کافره وبحمد ربك وشكر حمد ربي خبك واستغفره واستغفار يجيش خدي بخازا يعني خدای تعالى عز وجل أبجبون شرفا پیغمبر عليه الصلاة وما تقدم من ذنبك وما تأخر. أبجبوني شرفا پیغمبر بقولتي استغفار خبك شكو پیغمبر معصوم خدای تعالى اسموت نابكي واسمته. إنه محقق خدا كان هيا توابا توبة إنسانا بقرة إنسانا بوشمانيا إنسانا إيقو خبابج خدي تعالى وبقرة بوشمانيا ويناكي قبولتك. إذا إمام زمخشري خدای تعالى جرازي بتفسير كشاف دا معنى في سورة نصر دا وهذه إذا منصوب بسبح إذا منصوب بسبحها يعني سبح أمره إزاج منصوب بها وهو لما يستقبلون يعني يجبوني زماني هي وري يعني مثلا تشوفوا فتحة مكيه لها تبو السورة آتية يعني آلي كاريا خدي وأبناء وأهل مكيه مسلمان ببن هيك شيء نبوه يعني خدي تعالى السورة المدينة نازل كريا فيوري هي في صلى الله عليه وسلم هاتي فتحة مكيه. والإعلام بذلك أبغى خدي تعالى الفتح والنصر مثل إشارة دانية في خبر عليه الصلاة والسلام قبل كونه وهيك نبويا من أعلام النبوة نشان وعلامته قبا في خبر نبيه. روي أنها هاتي رواية كن سورتها نزلت في أيام التشريق بمنى. أيام التشريق المنى ينازل بويا في حجة الوداع ده حجة في خبر حجة الوداع ده أو سورتها هاتية داخستن نازل بويا. إذا بالفعل قلت ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف عليه. بأجر قلت بيجي فرق بين نصر وفتح تشيا وفتح هاتية عطف كريم سر نصر يعني خدي تعالى قلت نصر الله والفتح ومثل عطف عنيا. قلت لازم بيجي النصر الإغاثة والإظهار على العدو. إغاثة هوارجهاندنا وغالبيتها لسر نيارة وزورا نيارة دجمي خد به. ومنه وجبناك يجي دبي نصر الله الأرض غاساها يعني خدي على كاريا عرديك يعني آفدا يعني أرض بآفو خدي تعالى آف جيرشيات. والفتح فتح البلاد فتح شيء ومملكة باجار ونصافي كرن يعني بحكم إسلامي وأمر خدي نبوات شيء به. والمعنى معنى آيته يعني نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرب
آلیکاریا بۆ خودت على آلیکاریا پێغەمبەر کردیە لەسەر عەرەبە ئەو عەلا قوڕیشن یا لەسەر قوڕیشیە وفتح مەکەتە و مەکەژی فتح کردیە معنەوی ئەوە یعنی ئالیکاریا خوددا بۆ خودت على آلیکاریا پێغەمبەر لەسەر تمامی قبیلە عەرەبا کردیە وخصوصی لەسەر قوڕیشیە و مەکەژی فتح کردیە وقيل قيلك قلنا جنس نصر الله للمؤمنين جنس آليكاريا خديق وخديج مؤمن على آليكارية كنيا بيغمبر صادتني وفتح بلاد الشرك عليهم وخديت على باجار مشركة فتح كيج مسلمان على أقوتي أبا معناه آية أبا وكان فتح مكة وهبوا فتح مكة ل10 مضينا من شهر رمضان دهر جمها رمضان درباس بوبون وسنة 8 صالة 8 هجرته خديت على فتح خستيا نصيبه في خمر عليه الصلاة والسلام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في خمر ما هاتي فتح مكة برسول خدا عليه الصلاة والسلام رهب 10,000 من المهاجرين والأنصار وطوائف العربي يعني 10,000 مهاجر وأنصار وطائفة عربة ديتر بفيغمبر عليه الصلاة والسلام راهاتنا فتح مكة وأقام بها في خنبر مل مكيه سكنيا 15 ليلة 15 شفا وقتها فتح مكيه خنبر مل مكيه سكنيا ثم خرج إلى هوازان فيش في خنبر مل شبال هوازان أجنبي جيكيا وحين دخلها وقت بوشي هوازان وقف على باب الكعبة والسد بيد الكعبة سكنيا وثم قال قيل في الرسول خدا عليه الصلاة والسلام وهابد لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إله غير خدا نين خدا بتنيا شريكي وينين ورتاقي وينين صدق وعده خدا تعالى صوزافا راس كليا أن يجي ونطر عبده بل دخوزات شكي بيجا مالا وآليكاليا كلام كمان إيه؟ ثم خرج إلى هوازن يعني أو هوازن أو نوفي قبيلك وبشتي فتح مكة پیغمبر عليه الصلاة والسلام قبيلة مرة قبيلة حليمة سعدية نبي أو ناكينا يعني دبيجي شو نبي جيج درد أو دكي أنا قبيلة وحين دخلها أو رجب المكة قبيلة سعديات بدا حربا حنين تشيد بس حبيب درافن پیغمبر غازي وان که او سفيان خوازه كواك شيب پیغمبر بكه پیغمبر لي ودگرت به ابو سفيان ایمان نکه تقل بيته و ابو سفيان ودگره قيل پیغمبر شبال هوازاني با قبيلة هوازانية با وحين دخلها وقت بو كثير نبا مكه دا وقف على باب الكعبة دابو أواني راست بو ونصر عبده آليكاريا عبد خو حضرت محمد كريا وهزم الأحزاب وحده وخديت على بتني بارتي واناكي قبيلة واناكي جف بارشا كرنا وجف قطاندنا وثم قال غير رسول خدا قود يا أهل مكة يا قلي أهل مكة يا ملتي مكة ما ترون أني فاعل بكم ما ون چت بینن ده حقی مدازه چی بکن بوا يعني بيشتي جوا أجبدي درخست والبرج عظيم الصحابيم شهيد كرين وأوقع أزيت وإشكنجا آني سريوان ومن بنا سبب جوا مجبدي جوجبر بون أمشونا مدينة ونشد بين أزيت شي بكم بوا يعني قالوا خيرا بوتن وأم خيريش تبك لمشتكن أم قنجيش تبك لمشتكن أخ كريم وابن أخ كريم تبراكي باشي وتكري براكي باشي يعني أم خرابيش تبك لمشت ناكم أم قنجيش تبك لمشتكن ثم قال في خمر خداقو اذهبوا ناخو بمشن فأنتم الطلقاء ونسربستن ونحرن ونسربستن أزو سربستكم فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ما أذكرن سربسكرن ألو كرمكم نجم تين
tamam. سيدا كلمة كده درجة بك دبراني كذا رسول خدا عليه الصلاة والسلام تبي صحابي تبي جمكي مهاجر ببال مدينة منورة قتلاوي هر هواي بصحابيا كرن وإرادة قتلاوي جي كرن وده سيوان باطنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چو دربایا شمیش به هات سر مکه فتح کرد تبي ذي خرابيا وان أخلاق رسول الله وأنتم الطلقاء ونهرك سربسن وتتزوري كي سربتني أما ديرو دا أخلاق مسلمانة جفيا بردو يا سيدا خدای تعالی اخلاقی مبكي جبت دنيا أخلاق مسلمانة جفيا إيرو مسلمان دستي وان دقركي هذو دا بني كافر لوان دخل نقارن مدالي بكافر بكن نورم بكنج حتى كو كنت بأمن فلان حبكي بالدنيا بدل النظام شي قد ديسا نورم مدالي بكن شوي متفقي في الدنيا أما نيازركي مسلمان بوازي هفدو دقري هفدو دكوشن قتل دكن بأن أشد عذابه هفدو دبين دكوشن أخلاقي پیغمبر كو هفدو بردن هفدو مسامحة كاربن ondan sonra Resulullah bana müşrik bu ne ve gabe Müslüman da bu ne ki peygamber götüyor serbestsin. Yani hem Müslüman ne bu ne peygamber? Müslüman ne bu ne peygamber on serbest ki? Yani ev serbest ki ne van davet avana aynı zaman davet avana imaniye. Avana bu ne sebebi iman avan imani ani. Fakat maalesef خذي أب أخلاق خدا تكرا دمدا جبدات شكرني درجة مدا جبدات شكرني أمش خراك إنسان يسميش بقولنا كلام كسينا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر أو ناس آزا كرن سربس كرن وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عن وتان وخداي تعالى جي إمكان دابو پیغمبر ما قريب الاستوى واجخي قريب واجزاجكي وكانوا له فيئا وأب مثل أهل مكة بابن جير في يا غنيمة يا في معناه بحر مالي بستاندو في ما يمكن وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عن وطن معناه وش يعني خدای تعالى إمكان دابو پیغمبر ما وقريب وانجزاكي نه يعني بالزور يعني سيرا تبيك خدا پیغمبر ما يعني فرصتا خدا مساعدة دابي جرا أوانا نكا طبعا من السري وانجيك جرا مساعدة بويسم كي وي ساعتا پیغمبر كتب مكي حربا دمكي دا خد تعالى جرا مساعدة دايكي تبي فياوي هانيكا جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم من عفو كر وأوانا فيا پیغمبر يعني في دمك أو مالك بحر تهل ذكرني أوانا تب بحر باطنه ذكرني وقت بحرب ورا كرنت قوتن غنيمة بحرب ورا كرن لقى سيدا إنكارا في إيه إنسانك يقول بفيد إسلام دنينا حاشا بيج الظلمة نكفره شداد القرآن ده يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أنفال فيد وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب أبيت في السري فيدا يعني كا ذاتي قلت على تشتيك جمالي غير مسمتي قلت لك قسم كي في قسم كي غنيمة أي بحربيتي قلت في بحربتي قلت ماني كلام كسر فلذلك سمي الطلقاء جبولو أهل مكة هاتين نافذان قوتنا السربس أويقو حرن أويقو هاتنا السربس كرن ثم بايعوه على الإسلام غير أهل مكة بيعت كرن صلدان پیغمبر خدارا لسر إسلامي ومسلمان في دين الله يعني في ملة الإسلام وبكبنا نابا ملة الإسلام التي لا دين له ومثل الدين نين جرا يضاف إليه غيرها وش غير إسلام دينك دي وري نسبة كرن بالبا باشقتنا لا يعني دين حق إسلاما وخدي تعالى آية ذات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كيج غير إسلام دعو طلبوا دوزا دينك دي بكي خدي تعالى جي قبول ناكي وهو في الآخرة من الخاسرين وأوي غير إسلام دعو طلب ديتكن لآخرة الخسارين أفواجا يعني جماعات كثيفة
يعني جماعته فر جماعته زحف كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها مثلا هن قبيلة تمام خوادهات المسلمان بدكتنا دين الإسلام دا بعدما كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا واثنين واثنين بيشتي يكو دوج المسلمان بون هن قبيلة جيب تمام خوادهات المسلمان بون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر يقول عبد الله هاتي رواية لازمنا خد عليه بأنه بكى ذات يوم بقريايا روجكي فقيل له جرى هاتي قلت تنشمت تقري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بهستيش في خنبري خدا عليه الصلاة والسلام دقوت دخل الناس في دين الله أفواجا إنسان بغروب يكو دو بجماعات وقبيلة كتلا دين الإسلام دا وسيخرجون منه أفواجا ويجا عنده في شكل دين جي دركبن جي إسلامي دركبن هذه محافظة كي سنة فيها إيرو موجودة أنا موجودة وزحفة بلي هي إيرو موجودة يعني جماعات بريد كتن إسلامي قبول لكن أنا جماعات إسلامي دركبن إسلامي قبول بلي وقيل أراد بالناس أهل اليمن يعني ورأيت الناس مقصد الناس قتيب وأهل اليمن. وقال أبو هريرة قلت لما نزلت وقت سورة هذا كتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر جاء نصر الله والفتح خديج هرشتي مصر هاتيا آل كاريا خدي وفتح باجارة. وجاء أهل اليمن بأهل اليمن هاتنا قوم رقيقة قلوبهم قومك يولوبون قلبي واي تنكبوا الإيمان يمان والفقه يمانية في خنبري ميد قوتي إيمان جعالي يمني بهاتيا تشيبويا والفقه وزانبون جي وإنسان جو خديرا عبادت بكي وأمر نهي خدي بين جي زاهد بالدنيا دا هيا ويجي هبي بعاقل بي أو جي يمانية والحكمة يمانية الشرعية يمانية والحكمة يمانية وحكمة جي زانبون ومسهرتش جي ويدا وريدان أو جي آلي يمني بايا يعني جوان أو بيا. وقال وفي صحابي قوتيا أجد نفس ربكم من قبل اليمن قوتيا مثلا يعني بهنا يعني استعارة فرداهيا يعني تشوى إنسان قرن دي دا وقتين تبر هواهي نك نفسه ولو تستين تكشين النابقة يعني مقصد بيجي يعني ربي وجعل يمن با نفس كشان ديا نفس أويش طرفية نفس أوي دمكي يعني نفس يعني بنفسك مرد ده بنا مرد كذا يعني كو أو راحتيك طرف اليمن ده مسلمان راوي يعني بينا كإلهي جوالات قو أهل بي مسلمان بونا خاتم إيماني بلي يعني جويد إذا أو كي مسلمانا يعني فايدة كي أو كي مسلمانا فرحة كي مسلمانا لا يجوي طرفي داني أجا أو فرح ملتي يمني بيا أجا أو فرح بركي پیغمبر عليه الصلاة والسلام مشاتي بال ويش القراني جيب كي مرنزانه يعني تشتكي بجودا بهلوا. وعن الحسن حسن البصري قلت لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بوقت رسول الله مكة فتح كير أقبلت العرب بعضها على بعض دبي عربا بري خدان بال هبا وفقالوا قوتن يعني بري خدان هب رشتغلين قوتن أما إذ ظفر بأهل حرمي فليس لنا به يداني وأما وقت يقول مظفر بأهل حرما مكه نين جمرة تقوت دست وقد كان الله أكبر إذا بشتكوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام مظفر بأهل حرم يعني بأهل مكة سندية فتح مكة كي عندي أرض قوته ما كم برا مناقشة وحربية بكنتوني نتشمها وقد كان الله أجارهم خذ تعالى أهل مكة محافظة كرنا من أصحاب الفيل جاء أصحاب الفيل مقو أبرهتوي أشتمي هاتيا وحربا واناكي خذ تعالى طير أبابيل سورة الفيل سريشيان ديا وعن كل من أرادهم
وجتشقة إيجو خستية زرري بدي آل مكية فتتعالى أو محافظة كرنا وفكانوا هبوا أبا أهل مكية يدخلون في الإسلام أفواجا ذكرنا دين الإسلام ده ولو غروب قبيلة سيدة من غير قتال نعم سيدة عربنا عرب لما فتح رسول أقبلت العرب إني فكانوا عرب يدخلون في الدين الإسلامي أفواج عرب نعلم أو أهل مكة يجون سيدة نجوى هذه سبب ناس العرب خبر ده سيدة يعني كبشتي رسول الله فتح مكة كرشنده عرب لخوب خل باب دورنش نبشتي قد نقالش او مكة كشتي أبابيل وأردي خلاص كر وخل طالبان إنسان محافظت كر أما محمد ويدري فتح كر أرتق أوادري كتب بندس محمد تقوت أمانا بمحمد راح حربي بكن تنية أني سي مش كل مسلمان بن بحرب أم ضيعتي وشينك إذا فكانوا عرب يدخلون في الإسلام أفواجا من غير قتال ذكرنا دين الإسلام ده غروب بحرب وقرأ ابن عباس فتح الله والنصر ابن عباس قراءة بشكل خندية وقرئ يدخلون على البناء للمفعول يدخلون بنا مفعول كي جهات ياخذون ويورنا داخل كرن فإن قلت ما محل يدخلون يبقى أجر قلت بيجي أعرابا يدخلون تشوايا قلت تبقى أزي بجم أن نصبه أزي بجم منصوبة إما على الحال يجبوه حال كوني واقو داخل دبن على أن رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت ورأيت دفردا بمعنى ديتن ومعنى ناسكرنا يجي أو هو مفعول ثان على أن بمعنى علمته يارد دفردا رأيت الناس معنى علمتها هنجي أب يدخلون مفعولين دوايا فسبح بحمد ربك فقل بيجا سبحان الله يا ربي تفاقج منزهي تفاقج قتني مشرك كافرة حامدا له وحمد خديبك يعني فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببالك تبما شاء بالسيرة خدي ما لم يخطر ببالك تعجب بمينة فتعجب تعجب منا لتيسير الله جمي يسر كرنا خدا تشترى ميسر كر فتح مكة تمام خلقي مسلمان دبارتر بحرب أبانا ما لم يخطو تشتي ود عقلي تدا قلبي تدا شيء ندبو خد تعالى اشترى ميسر كداته يعني وبالي أحد سيدا أكيد شي درباس نبيا ما لم يخطر ببالك وبالي أحد بلا شيء كلام سيدا أزبني فسبح بحمد ربك دي إفادة كرن أو تسبيح دبي حمد يوم تسبيح باشقيا وحمد باشقيا سيدا يعني تسبيح باشقيا وحمد باشقيا أقول سبحان الله حامدا له يعني أو سبحان الله دبي حمد الحمد لله بلي يعني نقول سبحان الله باشقا تشدبه وحمد باشقا تشدبه سبحان الله باشقيا سيدا وبحمد باشقيا يعني قل سبحان الله حال كونك حامدا له يعني يا نشخوا هردو بهفرة چنو بن وقت و آيري چكه وقت بخي يكجي سبحان الله حامدا له قل التسبيح وأنت متلبس بالحمد يعني توا يعني هم بيجي الحمد لله وهم بيجي سبحان الله يعني أو تذكره مسبح سبح الله بقلبك واحمده بلسانك نعم فقل سبحان الله قل بقلبه سيدا دبي دريدا زاني حال الفرق يعني زمانك دنا تسبيح وحمده دا زمان تنه جبوك زمان تنه دبا حال يعني ها حامدا دبا حال دبا بك حال مقارن يعني سبحان الله حال كونك مقدرا الحمد لله حمد الله نا سيدا يعني تسبيح وحمد جبو هردو جي لسانينه ده حال حمد ده نكار التسبيح بك إجا جبوك الزمان ده نبا تسبيح وحمد ده تنه تيغو تلديسا مقارنه يعني الزمان مسافة ناكفة نبوان ها أزباني مو في قاضي بيضاوي سيدا والمعنى فسبب فاثني على الله بصفات الجلال
حامدا له على صفات الإكرام. تمام أزولام أزولام وما فسبح أو شغل يصير معنا أخويا سبيح بمعنى يعني فحمد لو بدأ تضمين هي تضمين يعني على سبيل التضمين يا إيش ما نابك وان بيجن با ملابسة وبحمد الله دبا حال وهادو جي تسبيح هادو تسبيح وحمد هادو جي لسانينه برقة يعني فرق دي وقت حمد دا تسبيح نبجي يجيبوك في مسافات نبا تسبيح وحمد دا تنه ديسا تيغو تنكو دبا حال مقارنة يعني تيغو المقارنة يجيبوك مسافات فعلى هذا يكون القصد بذكر التسبيح الذكر على سبيل التضمين ولذلك أوقعه حاله. ديسا السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم باش إن شاء الله. الحمد لله. شلونك خاطي؟ إذا والله زهاتما هنيك اليوم من أو تشتكي در كتبه وكي أو كي ديكيش ميكيش عاوتنا هنيك راح أصير. أو تفاصيل بيجي مرات تسبيح وحمدية يعني. شو التسبيح ده حمد هي ده حمد ده تسبيح هي نيته أبا يعني معنويا. ماذا؟ يوصل يعني نبي التضمين يعني التسبيح المعنى يعني فحمد حامدا له. نعم يعني معناه لازم يقص كذا شو شغلة التسبيح دكي معناه ويشي يعني تنزه الله عن كل نقص. حمدا. تنزيه الله عن كل نقص معناه حمدا في المقالق هذا يعني بلى. كريم كسلام ذاتي حمد صادق حمد لغوي وصفه حمد عرفي فعله فعل ينبي عن تعظيم من الميز ويقابل هم بالزمان جي هم بفعله جي بهراوه جي حمد يعني بلى. وبالي أحد من أن يغلب أحد من أهل الحرم وقبك بقلبي يكيجي جوا مثلا إنسان وزورا يكوي زورا أهل حرام بيجي شو أتشي نبيا يجبي عجيب منا وخدي تعالى أجور الرحب كليا نتكت قلبي يكيد جي وغلبيات وزوراتي لأهل الحرام وليكرم وحمده على صنعه وحمد خدي بكجي لسيرفيس صنعتها وخدي تعالى مكة اشترى فتح كير وإنسان مسلمان بون وفوج حتى إسلامي ياجي أو فاذكره مسبحا حامدا يا ذكري خدي بك حال كوني قلت تسبيحها بدي وتحمدي خدي بك أو هنجي معنى زيادة في عبادته وثناء عليه يعني معنى زيادة بك عبادتي خديدة ووصي خدي زحفة عبادتي خدي زيادة بك ومعنى زحف وصي خدي تصني خدي بدا معنى ويناكي أو هني أباد الديادة مسبحا وحامدا كليك مني لو ما فسكر مقدر كن أما ده أبا أول دا فسبح بحمدك الحالة بحمدك الحال حالك مقدرة لزيادة إنعامه عليك جبوق نعمتي خدي زح ستزيدنا زح حمدي خدي بك زح عبادتي خدي بك وزيد بك أو فصلي له ياش خديرة لميشكا أدبير روت أم هانئ ديما أم هانئ قوتيا أنه لما فتح باب الكعبة بوقت دليل فتح الكعبة هاتيا فكرين صلى صلاة الضحى 8 ركعات في خنبر مثل ميجا ضحاي 10 ركعات كلنا وعن عائشة وديما عائشة قلت كان عليه الصلاة والسلام يكسر قبل موته الزحف مثل ميج تكر بالي وفاة بكي أن يقول قو مثل أبد قول زحف يعني تسبيح الدان زحف ذكر زحف حمد ذكر قبل موته بالي وفاة بكي أن يقول وهذا قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أذكرها زحفك يا ربي أو يكسروا ملعب حكي ملعب يعني يكسروا تشتكي معناه نكا نوسا نبي جت تذكر يكسروا قبل موته شو زي تذكر أن يقول والأمر بالاستغفار وخذ تعالى قلت واستغفره يعني أمر بيغمبر بالاستغفار كليا مع التسبيح ودقا قلت فسبح أف تكميل للأمر أف تمامبونا أمر خدية بما هو قوام أمر الدين أو ما يقو أمر الدين للسريتي أباكرين يعني هم الاستغفار وهم تسبيح
من الجمع بين الطاعة لسرق خد تعالى بهبتك بطاعته مبكى والاحتراس من المعصية وخا محافظة بك جقناهاش بأمريامن يعني تسبيح طاعته واستغفار شيء ذكر معصيته أمر طاعته ذكر معصيته خد تعالى هديان يعني تسبح وخد تعالى بطاعته مبكى ومثلا واستغفر والاحتراس من المعصية يعني خش بأمريا من جناهاجي محافظك ليكون أمره بذلك جبوغو ببي أمر پیغمبر بفيتشتها مع عصمته دقلقو پیغمبر معصومة لطفا لأمته أببي لطف ببي دائنك اشترف خديفة جي أمتا بيرام ولأن الاستغفار وجبوغو هم استغفار من التواضع لله جبوغو انسان وقتي استغفار كي معناه خوش خدي كيم دكي وهذا من نفس اخذ شكيني ناكو فهو عبادة في نفسه ناكو استغفار جي للنفس اخذت شيء عبادته او خشي عبادته وعن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ما عليه الصلاة والسلام كلامك قبل يكون أمره بذلك مع عصمته لطفا لأمته يعني بشتيكون معصومة أمر كرنا باستغفار وتسبيحه تشود باللطفش أمته سيدا وقتك خدای مش پیغمبر میکو معصومه جرب بجا استغفار بکه وتسبيح واستغفار بکه اویا دمکی تعلیم امته اویا قنجيب امته دكي يعني اي امت هن تابعي محمد وكي محمد بكن وكي خدا امري وكيله ونجي وصا بكن اویا قنجيه جمره كو خد تعالى ما في عفو كاوسد بجا بسبب عفوه يعني بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عليه الصلاة والسلام قلت إني لا أستغفر في اليوم والليلة 100 مرة في خبر ما تقدر دروجي والشبيدة الصد جاري استغفارات وتدم يعني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه مالك كلام جاء في خبر أبتلاتها خند سر صحابية استبشروا بيقولوا كيف وانها مسجين هذا كيف بشيشين استبشروا العباس استبشروا ما عباس قدير استبشروا يعني استبشروا وقوا مثلا كيف وانها بشيشين ماضيك يعني مسجين يعني بدل وبكى العباس وحزتي عباس يأتي بيغمبري ما قدير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمو بيغمبري ما قو يا عباس يا أبهم شو ما تدقري شو تدقري أنت تجبو تدقري قال نوعيت إليك نفسك وآب على أرض غازية بالتبيا قوتي وفات بك يعني حياتها انت في الدنيا نقل بيش تبال آخرتها قال إنها لكما تقول سيدا خودش تو راضي به یک شوا ویجی که شیروه بکه خودش زود ما فهم نکریا یعنی او وفاتوی شوا جه درد که خیره خو یک شوا بیجی سيدا سعادة بوركي من غير حد التربية السيد كمخرشمة بياد بيجي يعني وقتها خالقه عالم دبي استغفار بك ودبي سبحانه بيجي توبة بك دم علامتي چيه علامتي كو اوانا نكا تيج دنيا نقل ببي بوان كلمة هانكا ولا حضور خود تعالى كو جمارا جد بيجي كي كوين ياشيبون برا سوية كي اوان كلمة جدوي ودركه إذا تشتاق ديجي تشتاق ديجي إلى وابكم وكي سيدا قلتي أز دبم أوج أفواجا يدركبه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سيدا يعني مقصد معنا يأبك وقتا كنت تشكي تمام بعد تمام بود شو بل نقصاني يدركبه جيش دلوي معناه يعني وظيفتها خلاص نعم وظيفتها عندي أواج كريم قبل عام كريم إذا تم أمر بدأ نفسه تم القبول كنا ما لا شاكل كابسين عجنة سيدا ما لا جماعة أزبني
يعني براستي بسري منكت نأذانم. يعني أو أمر كرنا باستغفاري يعني تشاو بهنا وفاة جتي يعني وفاة الحالة نبيجي أمر باستغفاري تشتكي السورة ها لما قرأها السورة إذا جاء نصر الله والفتح مزنة نصر وفتح والدخول في الأفواج معناه ويشيها تمكي كمالها نوع كمال هي وظيفة تمام بويا پیغمبر کی وظیفه تمام بده هي هره ما يشبكه أو دبي وظيفة تمام بو دبي وظيفة تمام بوني دا استغفار وسبح تسبيح بك استغفار بك دمكي هذه علامات الداوية يعني علامات الداوية أولي مؤلف فعاش بعدها سنتين بيشتي دست صلاة شميش بيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لم يرى فيهما نهتد وهرد صلاة ديتين ضاحكا مستبشرا قلوك بشكنيا يا بشيش يزيدا. وقيل إن ابن عباس هو الذي قال ذلك وقيل لك قوتي ابن عباس خوي إيقو أفتش قوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر ما نعبا يعني ابن عباس ويا پیغمبر مجيرة قوتي لقد أوتي هذا الغلام علما كثيرا قوتي محقق هاتي دا أنج بي كركهارا علمكي زعف علمكي فرد يعني ابن عباس ويا عبد الله ويا نعباس ويا. وروي أنها لما نزلت هاتي رواية كن دوختي أو سورتها هاتي داخستن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر ما خطبة خندية فقال قلت إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه ومحقق عبدا خدي تعالى أو سربست كليا دنقبنا الدنيا وآخرته دا قلت كي جانب ولقابنا خدي كي جانب خوازي فاختار لقاء الله وي عبدي لقابنا خدي ترجح كليا لسان يا دنياي. إذا فعلم أبو بكر رضي الله عنه بحضرة أبو بكر يعني فعلم فهم كر علمي ومثلا زي بجم في خنبرة فقال فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا وأم فديتك تخلى فداية نفسها خو مالي خو وباضي خو وزاروكي خو حضرت أبو بكر في خنبرة قلت وعن ابن عباس عبد الله كري عباس قلت أن عمر رضي الله عنهما بحضرت عمر رضي الله عنه الوابي قلت كان يدنيه دبي ابن عباس نزي خدكر ويأذن له مع أهل بدر وقت أهل بدر حتى بالي إذن دا بس الإذن دا ويجي فقال عبد الرحمن عبد الرحمن يقول عوفا بكاكي جنة مرات كريم خلاخر كتير شيء أو خلاخر البام نينا قول جينا ديولي نزل البام تشتت ثانية والله ياش بطياش بس هذي ملوي مالي كريم كان نزل إذا تبي عبد الرحمن قلت أتأذن لهذا الفتى معنا وفي آبائنا أبنائنا من هو مثله يعني آبائنا قلت لدورد يغليش أبنائنا عبد الرحمن قلت ما تأذني ديش بي كركها بي جنجي هارب مرة دقل قزاروكي مجي وكوي هنا فقال حضرت عمر قلت إنه ممن قد علمتم وأذكر كهاناك أفجين جهاز وإيقون وزانن وإنسانك تشقاء. إذا بقال ابن عباس فأذن لهم ذات يوم إذن دا جوارجي روجكي وأذن لي معهم إذنا مجي بواردا يعني إذن دا مجي فسألهم عن قول الله تعالى دبيواناك فرسا بآيتي كرن إذا جاء نصر الله يعني مثلا يعني إمام عمر جواب بس فأذن لهم جبوا آباء جبونا أبناء تدقوا زاروكي مجي وكو إيفي هنا تشمت إذنا فيدي تشمت إما إذا بيقبوا زاروكي خواني وإذنا حضرت عمر ده ويا عبد الله كري عباس ده إذا فسألهم عن قول الله تعالى جواب برسيج بآياتها إذا جاء نصر الله
ولا أراه سألهم إلا من أجلي. يعني دي بأز نابي نمجي جوا سؤال كذا إلا جبو من حضرت عمر جوا سؤال كذا. فقال بعضهم دي هنا كجوا قول أمر الله نبيه قد تعالى أمره في خنبر خكريا إذا فتح عليه وقت يقول مكة سري فتح كريا أن يستغفره ويتوب إليه واستغفار خدا بك وتوبة بك بالخدا. فقلت إذا أود بيجي عبد الله بيجي يقول ليس كذلك، قول نوليا، ولكن نوعيت إليه نفسه. يعني وقت يقول إذا جاء نصر الله يأتيها إشارة وفاة پیغمبر عليه الصلاة والسلام و پیغمبر ويج دنيا يحرب الآخرة بلقاي خدا به. فقال عمر دبيد حضرت عمر قلت ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم. قو أز نزانم جي إلا وكو قو ما تعلمو تشتي قو أتزانم أزولو زانم. نعم ثم قال زاني أجولو زانم يعني تشلو زانم أجولو زانم. ثم قال كيف تلومونني عليه بعدما ترونه. حضرت عمر جوارا قلت شو لو مال مدكن للسري كركيها بيشتي قوم مدو تعبي خود بينن وزانا بناوي شوايا. سيدا عساندر فيدي نا او زاروكاتنا نا ازنا و زاروكاتا يعني ازنا صحابيا بخوا اواز صحابيا وين ابا وين مظن جواب صحيح ندانا قرشي ودا حضرتي يعني ابن عباس دا راست اجبر لك واتازلوا لهذا الفتى معنا وفي ابنائنا من هو مثله. تمام من خبر ما جمال الكريم كه تمام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا فاطمه رضي الله عنها في خبر عليه الصلاه والسلام قال ديما فاطمه رسمي اخذ لي كليا فقال يا بنته يا كشكامن يا قيزامن انه نعيت الي نفسي او نفسا من جوج في الدنيا يزي وفات بكم يعني اشاره اوي نعيت لي نفسي يعني النفس من خبر مرنا من دائما نعيت يعني خبر مرنا النفس فاعل نعيتها بلي دنجي مرنا نفسا من هاتيه بالنا لا نعيت نفسي يعني لي يعني النفس من خبر مرنا دائما بلي بلي نعيت نفسي إلي بلي أوصى فبكت دبيدياما فاطمة قريايا فقال لا تبكي في خنبر مجال يقول نقري فإنك أول أهلي لحوقا بي قلت أولي خدي أهلي من قروجا قيامتي تي بقهي من توي أنا سيدة الدنيا داو يعني حضرتي فاطمة في پیغمبر أنجا شش مهمة يعني شهد رسول الله أقربائي أنا بيكون زوج اشتيا پیغمبر حضرت فاطمة يعني لا بحث آخرتي كير نانا سيداي ملابسي بس آخرتي كير باشي ده بيجي آخرت بيجي الدنيا إذا هي عولي وفاة بك قصدت أبدي تمام بلي يعني آخرتي يعني الآخرت يجي إيجو بيشي لحقي في خنبري ما ببي ولو نأخذ دليل لا دليل ويتنا بك أو بحثاوي هناك بحثا وفاتك يعني أول بمرتيا بلي يعني أهلي من إيجو بيشي البي مرة وريتوي وفاة بك وعن ابن مسعود أن هذه السورة تسمى سورة التوديع. ابن مسعود يقول في سورة هرتي قلت سورة توديع يعني خاطر كان توابا يعني هو في خنبري خدا زح توابه أي كان في الأزمنة الماضية إنه خدا كان توابا توبة قبول يعني مثلا بفعل ماضي قلتيها يعني كان في الأزمنة الماضية منذ خلق المكلفين توابا عليهم إذا استغفروا هبو خدات زمان بريدجي وقت خد تعالى مكلفين خلقا نتشكرنا وتوابا عليهم خد تعالى توبا قبول كريا كانجي إذا استغفروا زمان قلت توبة استغفار خوش خد كرنا خد تعالى يا مكلفين توبا قبول كريا إذا فعلى كل مستغفر نقول سرتشق إيجو استغفارك أن يتوقع مثل ذلك وأوجب أخوها بقي ويجي استغفار ده يعني توبة بكي يجب خد تعالى توبة قبول كي
يعني أن رسول الله يتوقع اسم من قرأ أن يتوقع مثل ذلك، يعني أن يتوقع قبول توبته، لا ولا أرين مثلا خو بخي شو يعني نقول هي بدار هي بدار حسن الظن بك إنسان وبابي قبول بك كرك استغفار بك أبدا واختي استغفار نكي ما يشاو توبة قبول من عن رسول الله من قرأ سورة إذا جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة يا ربي تشنو آلي كاريا پیغمبر كريا عليه الصلاة والسلام تآلي كاريا منهم مسلمان فيغاجي بالخصوص يا أهل غزة يا أهل فلسطين وأفز كافر هناكي في ظلم وظلمة هنا سروانتكيت كآلي كاريا وابكي وتياردم وابكي وتمام مستضعف الدنيا تمام مظلوم الدنيا بكي آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.